حد يجربه ينصدم بالنتيجه اللي يعطيها للجسم، مش مجرد نتيجه مؤقته انه يرتب الجسم تحت الفساتين للمناسبات والاعراس ومن تفسخونه خلاص يرجع كل شيء نفس ما كان، يترحل البطن او الزوايد او غيره، لا، هو له استخدامين، ينفع تلبسونه للمناسبات تحت الفساتين وللاعراس. الاستخدام الثاني مع الاستمرار عليه يصغر ويضعف مقاسات الخصر والبطن، يخلي الجسم يخوصر من هني ويخلي البطن يلصق في الظهر، حتى الزوايد اللي تكون تحت الابط او في الظهر يمسحها بالكامل، يشكل الجسم كونتورنج شيبنج للجسم، لين تضعفين من منطقه الخصر وياخذي خصرك هالكبر كبر الخاتم بالصبع، كل حد بيقول عنك مستحيل انت مكسره ضلوعك نفس ما يقولون عني. واهم نقطه عندي انه ما يخفس الارداف او المنطقه الخلفيه من تحت او من ورا ابدا، ما يصغر من هني ولا يعفص على داخل ولا يخفس، بالعكس يرفع ويبرز بطريقه كولومبيه جميله ويرسم الجسم رسم. ومع الاستمرار عليه توصلين لمرحله بعدين حتى لما تفسخينه الجسم مرسوم ومنحوت، كأنك مانيكان، كأنك باربي، اقسم بالله كأنك مسوي عمليه نحت من غير اي عمليه، بروحك بتنصدمين بالنتيجه، حتى صديقاتك والناس اللي حولك يقولوا لك مستحيل انت هسه تكذبين علينا، انت سويتي عمليه نحت من ورانا وبتشوفون. حق منو ينفع المشهد؟ ينفع للناس اللي يبون ينحتون جسمهم ويرتبونه بدون اي عمليات تجميل، يصغر المقاسات، لان جسم الانسان خلق من طين، فهو عباره كأنه عجين يعني يتشكل على حسب القالب اللي نلتزم فيه. ايضا كذلك ينفع بعد عمليات الشفط والنحت وعمليات التجميل، يعطيكم نتيجه مضاعفه، وكلكم تعرفون 90% من نتيجه العمليه تعتمد على القالب اللي نلتزم فيه اللي هو المشد بعد العمليه، ومو باي مشد يعطيكم هالرسمه. مشدات الاجانب اجسامهم ستريت مو نفس اجسامنا، من هني خصر ومن هني الكيرف كذي، فلما نلبس مشداتهم تعفصنا من هني تطلع اشكالنا غلط. فانا اول وحده في الوطن العربي تسوي رسمه الاجسام العربيه اللي تزم الخصر وتكون مريحه من ورا، ما تعفص ولا تضغط من تحت او الجوانب. ايضا كذلك ينفع بعد الولاده الطبيعيه والقيصريه الى ترهلات البطن، ويشد حتى عضلات البطن من الداخل وحتى الجلد، ومريحه جدا فوق ما تتصورون، ما تحسون انكم لابسين اي شيء ابدا. اما البنوتات اللي عندهم خفسات على الجوانب او حتى ما عندهم دهون من الخلف ويبون شيء يكبر بطريقه جميله وطبيعيه، عندكم هذا المشد رهيب جدا، يعبي الخفسات ويعطي امتلاء او تعبئه او يكبر من ورا بشكل طبيعي، وحتى الملمس يكون طبيعي وما يبين تحت الفساتين. حتى المشد الصدر بنوتات يرفع الصدر ويشده، ومشد اليدين يضعف الزنود ويشد الترهلات، جدا ممتازات ومريحات وما يكونون طبقه من الخلف، عرفت الطبقه اللي تكون شيء يطلع طبقه زايده من الخلف، يمنعون تكوين هذه الطبقات من ورا. شاي التخسيس عشوبه بنوتات اللي ضعفني 40 كيلو، آمن مرخص ضعف من 3 ل 5 كيلو في الشهر بدون دايت ورياضه بدون حرمان، ويسد الشهيه وديتوكس كامل للجسم، يصفي الجسم من السموم، حتى يشيل نفخه البطن، القولون، الغازات، بترتاحون عليه وبتدعون لي عليه، انا سميت لنا البديل الامن لعمليات التكميم لابر المونجارو. عطورات البنوتات تعق الطير من السماء، باقي في محل المعالي في ساحه اتيم، من كل واحد حبه حبه حبه، كل واحد ريحته خرافيه اكثر عن الثاني. عندكم فلر ريحه دخون فرنسي على شيء يعني خلطه ما قد شميتوها قبل ابدا، الريحه تموت فظيعه فظيعه، يفوز بانه احلى عطر للعبايات وللمخاوير او الجلابيات. عندكم هذا ريحته تجنن، ريحه اعراس، مناسبات فخمه، خنين الريحه، انا وايد احب هذا، واصلا ما في مره اتعطر منه كل حد يسالني مروه شو حاطه. اما الثالث بنوتات الريحه شويه على سويت على فلورال، شيء رهيب، كومبينيشن غريب عجيب، شيء ما قد روحتوه من قبل، غير صدق الروايح فوق الخيال، ما اقدر اوصف لكم اياها. والثبات عضمانتي ومسؤوليتي يومين، تعرفون انا ما يعيبني اي ذوق او اي عطر، اللي يثقون بذوقي وانتم مغمضين الحقوا. زيت ال 15 عشبه اقوى زيت، وكل البنات كانوا يشوفون كيف كنت اصور لهم انه كان عندي فراغات من الثعلبه بنوتات، وما خليت ادويه حبوب علاجات ابر، ما خليت ما سويته، ما في شيء نبت لي الشعر في اماكن الفراغات الا هذا الزيت، ومن كثر ما البنات حبوه خاصه بنات عمان كانوا يقولوا لي يا مروه من الامارات، لان نحن الشحن عندنا يعني صعب السوائل وكذا، فيبي لنا اياه، جبت لكم اياه متوفر منه كميه بسيطه اللي باقيه، يطول الشعر، يوقف التساقط من اول استخدام ويخلي شعر الصدق كأنه باروكه من الكثافه. اما هذه المجموعه افظع مجموعه رهيبه، بطله جربتها بنوتات، انا نفسكم وايد سمعت اعلانات وشفت وجربت براندات وماركات وما خليت شيء ما استخدمته، طبعا لتبييض المنطقه الحساسه النسائيه الخاصه. هذه المجموعه بثقه عن ضمانتي وتجربتي بنوتات انها تفتح لكم من اول اسبوع تبدين تشوفين نتائج التفتيح والتبييض بطريقه امنه، ايضا اذا وقفت استخدام ما ترجع تغمج المنطقه ولا تحسس ولا تسبب احمرار ولا اي شيء، امنه خاليه حتى من الكورتيزون، ودرجه البياض اللي توصلونها تقعد عندكم للابد ما ترجع تغمج ابدا، هذه ضروريه لكل وحده مقبله على الزواج، اي عروس جديده. هذا مزيل عرق بنوتات علاجي طبي، الناس يجون ياخذونه بالكراتين تبارك الرحمن كميات، فمو باقي منه شيء وبيخلص،
لان كل حد ما يكمل 5-6 ايام من الاستخدام يشوف نتيجه التبييض والتفتيح في الابط ينصدم. يفتح الباط بنوتات من 5 إلى 7 درجات بطريقه امنه وخالي من الكورتيزون علاجي، متوقف استخدام ما ترجع تغمج المنطقه، ويشيل كل الروائح المزعجه، يخلي الريحه خلينا فوحه طول اليوم يخبط. اما عاد اللي تبغي ريلها يتخبل على ريحتها يدمن على ريحتها وترجع عروس جديده، جربوا مخمريه الانوثه هذه لمناطق النبض وللجسم بنوتات، ضروريه لكل وحده متزوجه، بتخلي ريلك يمشي وراك من مكان لمكان. بتقولي لي مروه شكرا عدلتي علاقتي في ريلي من اول وجديد. اما المجموعه العلاجيه هذه للشعر بنوتات بتدعوا لي عليها بالروزميري اكليل الجبل والرز الياباني، تعالج الشعره التالفه اللي شعرها محروق من الصبغات سحب اللون. يعني شوفوا انا شعري تبارك الرحمن كيف بعدني محافظه على حيويته على كثافته، رغم اني اسحب لون كل شهر مو براح متنا بالصبغات، اقسم بالله رهيبه فوق ما تتصورون. تنعم الشعر الخشن، تفك التشابك، حتى التقصف في اطراف الشعر تعالجه، ما تخلي الشعر يكون فيه نفشه وشعر بالطاير، رغم ان شعري مسحوب لونه شوفوا في الرطوبه وفي كل شيء. والله العظيم روعه بدون اي سشوار بدون اي شيء، بنوتات خطيره فوق ما تتصورون. هذه بتدعوا لي عليها، ترمم الشعره من فوق لين تحت وتحميها من الحراره. سشوار الشعر هذا بنوتات رهيب، يخلي شعرك كثيف حتى لو كان خصلتين، يكثف الشعر وينشفه بسرعه اسرع من ان تروحين صالون تقعدين تترينون وغيره ويعطيك نفس الصالونات بالضبط. وحتى هذا الفير بنوتات، هذا الفير يكون فيه 5 اجهزه، فيها المجعد بحط لكم الصوره شوفوها، فيها المجعد وفيها الويف الكبير نفس مال الصالونات وفيها الويف الصغير وفيها 5 اجهزه وفيها سشوار ستريت، يعني تسوين فيه كل التسريحات. في دايسون ينباع ب 150 ريال عماني، هني تخيلوا بس ب 30 ريال عماني، والسشوار ب 20 ريال عماني، يعني المفروض الاثنين مع بعض يكونون ب 50 ريال عماني. سويت لكم خصم رهيب، اللي بياخذونهم اثنين مع بعض راح ياخذونهم ب 35 ريال عماني بدل 50 ريال عماني اول مره اسويها الخصم. اما الكريم هذا بنوتات كل حد يشوفني في الطبيعه ينصدم، يقول لي مروه تبارك الرحمن كيف جمال بشرتك بهالطريقه. اللي يسالوا مروه شو سر بياضك، من سنين ما استخدم غيره. هذا الكريم كريم الحلزون الايطالي المرمم، ايضا مع واقي الشمس بالفيتامينز بنات، يبيض ويفتح من 5 إلى 7 درجات بطريقه امنه، حتى الهالات السوداء تحت العين يشيلها، يصفي البشره، اثار الحبوب، التصبغات كلها يشيلها، الخطوط الدقيقه اللي تخطط عينها تحت يشيلها، ويوم تحطينه وتحطين عقبه ميك اب الميك اب مالك حتى يكون قطعه واحده. غير عن كذا يشد البشره ويعطي نظاره رهيبه، يغنيكم حتى عن الوف مؤلفه تدفعونها في العيادات لابر النظاره وغيره. جربوا وادعوا لي بتشوفون كيف على طول مباشره بشرتكم ترجع نفس بشره البيبي. بالنسبه للزي الظفاري الجميل هذا بنوتات من عند روز جاليري، معروفه المصممه رقم 1 في الظفار، سواء كنتوا تبون تستاجرون او تفصلون او تشترون، عندها شحن وتوصيل لكل الدول، وعندها الزي الظفاري المودرن المتطور، او حتى عندها التقليدي التراثي. كذلك عندها الدرسات والعبايات، مسويه خصومات الخريف رهيبه جدا، اسعار العبي من 25 ريال لين 45 ريال فقط.